اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من شوية البصل دول اللي المفروض نرميهم في الزبالة هنعمل عظمة عظمة النهاردة. طيب طبعا طلعت البلكونة لقيت البصل بالشكل ده كده زرع، يعني مش كله، يعني في منه مزرع وفي منه سليم، فبدل ما اشيله كله وارميه في الزبالة همسكه اغسله وانضفه وبقى بالشكل ده كده. يعني عملنا من شوية البصل دول اللي المفروض كنا هنرميهم، عملنا منهم احلى احلى واجمل صلصة. هتنفعك في رمضان، في العزومات، تنفعك في البيت. لو انتي مستعجلة مثلا تنزلي الصلصة على طول وتقلبي فيها الخضرة والرز وتحشي المحشي على طول او تلفي المحشي بدون ما تتعبي نفسك وتقعدي تجيبي بصل بقى وطماطم وشغلانة. طيب حد يقول لي طب ما هو ممكن نفرمه ونحطه في اكياس في الفريزر على طول، تمام، بس انا ضد موضوع التفريز البصل يا جماعة. مش عارفه، حاسه انه مش صحي، او تقريبا متاكده بنسبه 90% ان هو مش صحي، لكن لما تشيليه صلصه خلاص هو مستوي اصلا، مش مفيش حاجه هتضره يعني. او تقريبا مش هيفقد قيمته الغذائيه يعني. بس فانا ما جربتش موضوع ان انا احط البصل في اكياس. لما لما اجربه هبقى اقول لكم، مش عارفه. اللي جربه بقى، اللي جرب انه يفرز البصل في اكياس ويحطه في الفريزر يقول لنا في التعليقات. لكن صراحه انا ممكن لو لقيت بصل هيبوظ مني زي ما انتوا شايفين كده بغسله وانضفه واشيل، حتى لو الطبقه يعني اشيل، بدل ما اشيل طبقه بس قشره واحده يعني من البصله، اشيل قشرتين واخد القلب الابيض النظيف من جوه. لكن ما اشيلش البصل كله ارميه، حرام. طبعا عملنا منه كمية صلصة كبيرة. انا عملت طبعا انا ما عملتش كمية البصل كلها، بس على الاقل كل يوم كنت بعمل اقل حاجة كيلو 2 كيلو بصل، على وبفرم طبعا طماطم وبعمل صلصة اكياسها في اكياس او في علب تلاجة وبتحطها في الفريزر بتنفعك بعد كده. طيب حد يقول لي انتي حاطه البصل ني مع الطماطم؟ ايوه، انا بحب احط شويه بصل نيين في الصلصه، او بفرم بصل ني مع توم، مع فلفل اخضر، مع شطه، جوه الطماطم يعني. كله بحطه في الكبه وافرمه مع بعضه. طبعا لو انت عندك الحاجه، يعني مثلا الفلفل الاخضر عندك منه جاهز هتحطي في الصلصه، تمام، على حسب الرغبه. بس انا ما كانش عندي طبعا. او برضو الفلفل انا مش بخزنه يعني، مش حتى انا عملت قولوا معايا فكروني اسمها ايه، دقة الفلفل الاخضر. مش بحطها في الفريزر، بحطها تحت في التلاجة، وطبعا كتيرها معايا شهر وخلاص، مش بتطول معايا زيادة عن كده. المهم بعد البصل كده ما اتحمر وفرمنا الطماطم مع الشطة مع الفلفل مع كل كيلو طماطم بياخد مني حوالي 4 فصوص توم، تمام. مش بزود زيادة عن كده. كل كيلو لو انت عاملة 3 كيلو تعملي مثلا 9 فصوص توم ولاد ناس كده. طيب لو وانت بقى تضاعفي الكميه زي ما انت عايزه، لو انت عامله كميه طماطم اكتر من كده براحتك برضو. المهم بعد ما حمرت البصله طبعا انا فرمت الطماطم. عايزه بقى اقول لكم حاجه، انت ممكن الصلصه دي تحشيها لاي خضار، بس يعني بلاش البصل الني اللي في الطماطم. يعني هتفرمي الطماطم بدون البصل الني اللي انا حطيته في الكبة. لكن انا عشان هعملها للمحشي فحطيت بصلة نية، او بقيت شوية بصل يعني من البصل اللي انا كنت فرماه، هزود عليه الطماطم وهفرمه كده مع الطماطم والثوم في الكبة، لان انا فاهمة ان الصلصة دي انا عاملاها للمحشي. لكن لو انتي عاملاها لاي خضار تاني، لا خلاص بلاش تحطي بصل ني عشان هيبقى بارز جدا في الخضار ويبقى شكله مش ظريف خالص. طيب بالنسبة لقشرة الطماطم، عايزة تفرميه وترجعي تصفيه ده براحتك، لكن انا بحب الطماطم بعد ما فرستها بجيبها كده تفك يعني من 5 ل10 دقايق بالظبط كده في المية، وبعدين القشرة اصلا بتتحش معايا لوحدها خالص. بقشر قشرة الطماطم قبل ما افرم الطماطم في الكبة. بس ده لو الطماطم مفرزة، لكن لو الطماطم بقى عندي طازة يعني فريش، مش منزلاها من الفريزر، لا هفرمها وبعدين هرجع اصفيها في المصفى تاني. طيب لو انتي وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك، ولو انتي اول مرة تشوفيني شرفيني بالضغط على زرار الاشتراك، وكمان هتفعلي زر الجرس اللي هيظهر عندك علشان لما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بالفيديو اللي انا نزلته. التوابل طبعا اللي انا او انا كده رحت فين، انا كده رحت افرم طماطم تاني وازود على، ايوه صح، انا كده رحت افرم باقي الطماطم يعني.
الكبة دي بتشيل كيلو طماطم عندي او تقريبا كيلو ونص، يعني عند الماكس كويس جدا يعني، وممكن تزود زيادة عن كده. بس انا مش بزود في الطماطم فيها عشان انا حاطه سكينه واحده، مش اتنين، مش الاتنين سكاكين بتاعتها مستخدماهم يعني. طب شفتوا عملنا احلى عظمه؟ شايفين شكل الصلصه عامل ازاي من شويه بصل كنا هنرميهم في الزباله؟ يعني المثل بيقولك لم النعمه النعمه تلمك. ده غير ان المبذرين كانوا اخوانا الشياطين طبعا. فاحنا نحاول بقدر الامكان. يا ماما بسجل اهدى. بحاول بقدر الامكان ان احنا يعني ندبر على قد ما نقدر. طيب بعد ما الصلصة اتسبكت معايا كده، وطبعا انا حاطه معلقتين سكر في الصلصة، وحاطه عشان الطماطم اللي عندي انا حامضة. لو الطماطم اللي عندك مسكرة بلاش تحطي سكر. وحاطه ملح وشطة فرمها مع الطماطم، فلفل اخضر، وحاطه توم مع الطماطم. مش حاطه اي توابل تاني، مش حاطه اي بهارات تاني. طب ليه بقى؟ لان صراحه كميه البهارات اللي عندي او كميه الصلصه دي كتيره جدا، فانا عشان اتبل بالبهارات اللي عندي تقريبا هتاخد كل كميه البهارات اللي عندي. فانا هنقص الصلصه اللي هحطها في الفريزر. انا كده بحط في الكيس، في اكياس. مش عارفه ليه الفيديو اللي انا بحط فيه في اكياس مش جاي، في فيديو مقطوع. طيب بعد كده بعد ما نقصت الصلصة وفي اكياس بلاستيك، انا كده بنقص في حاجة. افتكرت يا بنات، انا بنقص في حاجة جنبي. الفيديو اصلا مصوره بقاله فترة. بنقص في حاجة جنبي لما الصلصة تبرد، وبعدين هحطها في اكياس تلاجة، وبعدين هحطها في الفريزر. تمام. طيب انا هنا هتبل بقى، لان انا كده نقصت شوية صلصة صغيرين على قد المحشي اللي انا هعمله دلوقتي. بسجل يا ماما اهدى. نقصت شوية صلصة صغيرين على قد المحشي اللي انا هعمله دلوقتي، وبعدين هتبل التوابل. حطيت طبعا بهارات طبيخ، وحطيت معلقتين كبار من 7 بهارات، وطبعا كنت حاطة الشطة والملح والكمون. طيب طبعا انا هنا حطيت الفراخ في الشوربه، وهرجع بقى تاني للصلصه. احط بقى شويه، انا كده حطيت شويه خضره صغيرين في الصلصه، يعني نص كميه الخضره اللي عندي. وبقلب الرز، بصفي الرز كويس وبقلب الرز. مش بغسله يا بنات، مش بنقعه بفتره قبل ما احطه في الصلصه، ولا بحطه في حاجه في بوله وبحط عليه ميه. لا، انا بغسله في المصفى على طول. يعني يا دوب يلمس الميه كده، وبعدين باجي مصفيه على طول في المصفى، وبعدين بقلبه على طول في الصلصه اللي انا حاطه فيها شويه خضره صغيرين. وبعد ما اقلب الرز كويس برجع ازود باقي الخضره، ومش بسيبه على النار زياده عن تقريبا كده، يعني حسبيه 100 صلاه على النبي كده، يعني تقريبا دقيقتين 3 بالكتير قوي. طبعا لفيت المحشي، وانا طبعا عامله معاكم فيديو المحشي ده كتير على القناه. بس الهدف من الفيديو مش المحشي، الهدف من الفيديو ان لو عندك بصل بايظ هتعملي فيه ايه، او مش بايظ، لو عندك بصل مزرع او تقريبا لسه هيبوظ يعني، تلحقيه ازاي وتنضفيه ازاي وتشيليه وتحافظي عليه ازاي. ده هدف الفيديو. فانا مش عشان كده ما جبتش، عشان محدش يقول لي انتي فين ما لفتيش المحشي. لا، جبت المحشي ملفوف جاهز، وما رضيتش اصور طبعا فيديو المحشي لاني عامله لكم المحشي الكرنب كذا مره على القناه. انا بعتذر على الفيديو ده، لان الفيديو ده المقطع الاخير من الفيديو ده زي ما انتم شايفين كده كانت الكاميرا مش مظبوطه، وسامحوني بعتذر كتير، لاني والله انا ما كنتش اعرف. بس طبعا الفيديو صورته، ما عنديش مقطع غيره احطه، فكنت مضطره انزل الفيديو. اشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.